لسه داخله من الباب اهو. نقفل الباب بقى. جايبين عيش نادي وجميل. احنا اول ما بنجوه الفرن بنفرده عشان ايه ما يعملش على بعضه كده. بسم الله ما شاء الله اهو. فانا هفرد العيش ده بقى يا جماعه لان هو مش لينا لوحدنا، احنا وحماتي. وان شاء الله نفتح على الزيتون النهارده. الزيتون انا كنت مخليه معاكم جميل، احنا بقى لنا فتره بنجيب منه، وايه اصور لكم انه بقى البرطمان يخلص. اعرفكم النتيجه جميله ازاي. وهنعمل سندوتشات للولاد للمدرسه. فاحنا بنفرده بقى على الرخامه دي كده، وبعد ما اخلص بروح مسحه على طول، اطور الرخامه تاني. فانت بقى لما بنفرده كده بيفضل رغيف مفلفل وجميل كده، ما يبقاش ايه مبرول. لا بنفرده بقى يفضل معاك لو قعد 10 ايام على الشبكه بتاعت الثلاجه في الفريزر جميل. فانا هفرده بقى كده عشان ايه يهوى، ونروح هنعمل سندوتشات للولاد المدرسه. نشوف هنعمل لهم ايه، وهنفتح على الزيتون واوريهولكم. خليكم معايا كده بقى يا جماعه. احنا رصينا العيش اهو، فردناه وقلبت على الوش التاني، وهسيبه بقى 5 دقايق على الوش ده اهو. كده بقى العيش يفضل معاك مفلفل وجميل، ولا يترستخ فوق بعض ولا اي حاجه اهو، زي ما هو جاي من الفرن. لو انت لحقتيه ساعه ما يجي وعملت فيه كده اهو يفضل معاك زي الفل. كده فردته 5 دقايق كده وهلمه. هنروح بقى نعمل ايه سندوتشات الولاد. تعال نشوف هنعمل لهم ايه النهارده. كده حبايبي بقى احنا ايه دخلنا بقى المطبخ كده. هنعمل لهم سندوتشات. دي علبة جبنة، علبة دي جبنة تلاجة اهي. هناخد منها بقى عشان ايه. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا هنعمل سندوتشات النهارده. هنعمل سندوتشات جبنة. ودي معايا ايه، دي مربى ايه، دي مربى لا اله الا الله مشمش. المربى دي انا كنت عاملاها في الصيف، بس كنت لسه ما عملتش القناة. انتوا عارفين ان المشمش كان السنة دي كان رخيص جدا، وكان سعر في متناول الجميع. فانا جبت بقى وعملت شويه كده وعندهم. دلوقتي المربى بتتاكل في الشتاء. وعملت انا بقى لما فتحت القناه عملت معاكم التين، وعملت معاكم مربى البلح. ان شاء الله اما الفراوله تكتر في السوق كده، لانها لسه برضو اول ما نزلت هي دلوقتي ب15، لسه ما تريح شويه كده وتحمر. لان الهدف مش السعر، الهدف ان هي تحمر. الحمار دي بخلي لون الفراوله جميل. اما تحمر كده هعمل لكم شويه مربى فراوله جميله برضو ان شاء الله. فدي انا كنت عيناها في التلاجة. هنعمل منها النهارده سندوتشات ايه مربى وجبنه. وهو يوم بنعمل ايه، كل يوم السندوتشات ده عايزه حاجه شكل. احنا كده هنعمل سندوتشات اهو. يوم مثلا بنعمل جبنه ومربى زي كده، يوم تاني بنعمل لهم بنروح عاملين ايه اجيب لهم بيضه في قشو او عفوا اسلقها او في قشو. يوم تاني يقول لك لا ده احنا عايزين طعميه، اي حاجه. يوم تاني نجيب لانشون. يوم تاني كنا عامله ايه مصنعات كده، فراخ او برجر او اي حاجه. كل يوم دوشه، كل يوم يعني عايزين حاجه شكل، لانه عشان الولد ما يملش او البنت يعني. هرص حاجتي بقى كده. المربى بقى هعمله ازاي. بسم الله الرحمن الرحيم. لازم سندوتش المربى ما نكترهاش فيه عشان السندوتش ما يعملش من الجناب. شوفوا المشمش جميل ازاي. مربى المشمش دي يا جماعه عشان تعملها لازم تجيب المشمش الطايب اللي هو الاصفر صفار الشمس دي، مش المخضر. ولازم كمان نقفل السندوتش كده من الجناب. شفتوا ورق العنب كده، يبقى انت ضمن ايه الامان بتاع السندوتش اهو. انا لما بقى اقطع بقى العيش الزياده دي يبقى كده تاخديه في كيسه، تاخديه في علبه اهو. لان انا افلام الجناب عمره كده ما هينزل اي حاجه، انما الجبنه عادي بتعملها في نص كده. يا حبيب قلبي ايه احنا خلاص ده اخر سندوتش. فطبعا يا حبيبتي ايه مهما كان السندوتشات اللي هتعمليها لولادك اي حاجه اي نوع بقى، بس هتكون احسن بكتير من اللي هو يطلع نجيبها من اي مطعم بره. انت مهما كان عارفه انت حاطه فيها ايه، مهما كانت الحاجه اللي فيها بسيطه، حتى لو قاليه بطاطسايه، حتى لو اي حاجه، فبس بتكون ايه اهون بكتير واحسن وانضف. واني ايه مديها للولد او البنت
وانا ضامنه نظافتها وعارفه هي محتواها ايه. يعني مثلا عملت جبنه، عملت مربى، عملت بيض، عملت بطاطس مهروسه، محمره، طعميه، اللي تعمليه. بس المهم ان عارفه ايه اللي فيها ومطمنه على ابني بياكل ايه، مهما كانت الحاجه بسيطه، بس المهم ان هي معموله بعنايه وبنظافه. فهي دي السندوتشات بتاعتنا. انا خلصتها بقى، هكيس كل واحد ياخد سندوتشاته والزمزميه بتاعته نملاها وهفتح لكم على الزيتون اوريهولكم. خليكم معايا يا حبايبي، ويا ريت اللي يشوف. هو كده بقى يا حبايبي، دي ايه؟ دي الزيتون بتاعنا اهو، حدق وجميل اهو. الزيتون اهو، ولا الوش بتاعه ريم ولا اي حاجه، كأنك محدقين بيه. والملح بتاعه مظبوط. هما ال4 كيلو خدوا ايه؟ 3 اكياس ملح اهو. واحنا كده فتحنا عليه، والطعم بتاعه جميل جميل جدا، واحلى من اللي بتشتريه من بره كمان. هو ده الزيتون. وانت اصلا لو تمعنتي الزيتون ده اللي بيحبوه يعني، احلى انواع الزيتون في الاكل، لان ده مزاج عامل زي الفسيخ كده. في التفاح، في العزيزي، في الاسمر المسبوغ دي، في الطبيعي. بس ده صراحه جميل، والنتيجه هي قدام عينيكي جميل، والتوليفه اللي احنا كنا عاملينها في التخليل جميل جدا اهو. اهو يا جماعه، الزيتون ده جميل واتحدق بقى، الاكل فيه جميل قوي. احنا فاتحين منه، بنجيب منه جنب الاكل بقالنا اسبوع، فانا حبيت اوريهولكم عشان انا اصلا شفته في السوق لسه موجود، للي حابب يجيب ويحدق ان شاء الله لرمضان باذن الله. اللي هيجيب الوقت هيجي على رمضان يا جماعه، انما احنا بتاعنا اتحدق خلاص، فاحنا اصلا بنجر منه لاننا ايه، ما عنديش مخلل. وان شاء الله هبقى افتح على الليمون معاكم، الليمون اللي انا كنت عصفرته معاكم ده انا كنت عينته، فانا ايه فتحنا على الزيتون الاول نجر منه كده، بيبقى حلو زي التسالي كده جنب الاكل اهو. الزيتون اهو، اللي حابب يخلل يعني زيتون، فانا حبيت اوريهولكم. وده كان الفيديو بتاعنا النهارده بسيط كده، حبيت اشارككم جزء من روتيننا اليومي. الجزء بتاع الصبح ان شاء الله من الفجر كده، يوم العيش بنصلي باذن الله الفجر، وبنتوجه للفرن بقى نجيب العيش، وبنيجي العيش وهو صابح كده نعمل السندوتشات الموجود بقى في البيت، بنعمل منه اي حاجه، حلاوه، جبنه، مربى، لانشون، بيض، طعميه، بطاطس، اي حاجه اي حاجه. فبتبقى بقى سندوتشات طول الاسبوع بتاع المدرسه. الفطار اللي احنا بنحضره على الصينيه دي بيبقى يوم الجمعه بس، عشان بيبقى كلنا موجودين فيه. انما ايام المدرسه كله بعمل سندوتشات بقى، لان ده الولاد في المدرسه من اللي هيفطر بقى كله بتعملوا سندوتشات. فربنا ينجحهم ويوفقهم يا رب، ويسعدهم ويصلح حالهم. احنا ولادكم المسلمين، ولادنا ولادكم، اللهم امين. وفردت العيش وريتهولكم، احنا بنجيب نفرده عن بعض كده عشان الرغيف تكليب نفسي كده ويبقى حلو. وعملنا سندوتشات للولاد، ووريت لكم الزيتون بتاعنا اهو جميل. شوف الدقه اللي احنا عاملينها له، مخليينه جميل اهو. ورق اللورة والحاجات اللي احنا حاطينها، والملح والحاجات دي اهو جميله جدا. والجزر المبشور، الحاجات دي بتضيف له طعم وبتخليه حلو. كده يا جماعه، هو قعد بقى 3 اشهر اهون، واحنا فتحنا عليه بقالنا اسبوع. فده كان الفيديو بتاع النهارده، يا رب يكون الفيديو اسعدكم، طلعتوا منه ولو بمعلومه بسيطه. ويا ريت اللي يعجبوا الفيديوهات بتاعتنا ما ينساناش بدعوه حلوه بروقان البال وصلاح الحال، اللهم امين، احنا وانتم والمسلمين اجمعين. ويا ريت اللي يعجبوا الفيديوهات بتاعتنا ما ينساناش بالدعم واللايك والاشتراك، يوصلوا كل جديد ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.